من حوالي 100 سنة أقوى صياد في كوريا الجنوبية اللي هو أصلا بطلنا اختفى فجأة. اتنقل لعالم مليان بالوحوش بشكل غامض، وده حصل بعد ما هو وتلاميذه هزموا ملك الشياطين على الأرض. الطريقة الوحيدة للرجوع كانت قتل وحش شبه التنين. الوحش ده كان جوه جسمه نواة سحرية. النواة ديت هي مفتاح الرجوع لكوكب الأرض. بعد معارك استمرت لسنين وسنين، بطلنا أخيرا هزم الوحش وقدر يوقعه بفضل قدرته الأسطورية في العلاج. وأخيرا استحوذ على النواه دي لنفسه. أول ما بلع الحجر حس إنه جاهز للعودة. كان متحمس جدا يرجع للأرض ومستني يلم شمله مع تلاميذه وأخوه الصغير. في اللحظة اللي فتح فيها عينه لقى نفسه في غابة واسعة، وما كانش رجع لوحده، كان في كيان غامض جواه عايش جوه أمعائه الغليظة. الكيان ده اسمه فري. بطلنا وقف على رجليه وبص حواليه، معرفش المكان اللي هو فيه، وده خلى فري يستغرب ازاي الواحد ما يعرفش موطنه. بطلنا وضح له ان طبيعة الأرض بتختلف من مكان للتاني. بعد كده ركز في تدفق المنى حواليه، حس بإحساس غريب جدا كأنه جوه بوابة سحرية. لما فحص قوته اكتشف حاجة مستفزة جدا، مستواه نزل تاني. شكله كل ما يسافر بين الأبعاد بتقل قوته. أول مرة حصل كده كانت من 100 سنة، وقتها طاقته انهارت بالكامل، ودلوقتي نفس الحكاية بتحصل من جديد. دلوقتي بقى عنده بس 20% من قوته الأصلية، وده شيء محبط جدا جدا يا صاحبي. حتى فري بقى متضايق من اللي بيحصل، كان عايز بطلنا يسترجع قوته بسرعة لأنه من غيرها مش هيقدر يستخدم مهاراته. بس بطلنا عارف إن استعادة قوته هتاخد وقت طويل حبتين، على الاقل خالص 10 سنين يا صاحبي. وده خلى فري يفكر يفسخ العقد بينهم، لان بطلنا بما انه ضعيف بقى عديم الفايده بالنسبه له. وسط الجدال بينهم المشهد بيتغير. واحده بتجري وهي بتلهث كده بتحاول تهرب من اورك عملاق. البنت فقدت اثر زميلتها، مش عارفه تعمل ايه، ومش فاهمه الاورك ده ظهر ازاي في المستوى ده بدري. وهي بتجري فجاه راحت واقعه على الارض. الاورك قرب يهجم عليها، لكن قبل ما يلبسها بطلنا ظرفه بوكس واحد. واعلى حاجه انه حتى ما بصش ناحيته، لان الاورك بالنسبه له تهديد تافه جدا. بطلنا بص للبنت وسالها هو ده كوكب الارض؟ البنت ردت وهي متوتره ايوه. سالها اذا كانوا في كوريا وسنه كام دلوقتي، قالت له انها سنه 2037. بطلنا وقف يفكر، فاكر انه لما اتسحب للعالم التاني كانت سنه 2027، يعني ال 100 سنه اللي قضاها هناك كانوا 10 سنين بس هنا. بعدها سألها عن اسم الرئيس الحالي، ردت عليه وقالت له تشوي دي سو. وهنا الصدمه، بطلنا كان مصدوم حرفيا لانه عارف الراجل ده، وتعبير وشه ما كانتش مبشره بالخير. بدأ يتمتد بكلام غريب. البنت استغربت، هو الراجل ده بيعمل دور العائد من المستقبل ولا ايه؟ بطلنا اتجاهلها تماما وسألها سؤال تاني. بما ان التدفق المنهي هنا غريب، حب يتأكد هو احنا جوه بوابة سحرية؟ البنت اكدت له بسرعة وقالت له انهم جوه برج التدريب. بطلنا ما كانش سمع عنه قبل كده. البنت بدأت تشرح له التفاصيل. البرج ده ظهر من كام سنة، بقى زي بوابة الصيادين. لو قدرت تخلصه هتصحى قوتك وتاخد مهارات، وكل ما كان تصنيفك اعلى كل ما امتيازاتك زادت، زي الانضمام لاقوى نقابة. عشان كده الكل بيحاول يخلص البرج ده بأسرع وقت. بطلنا افتكر زمانه وقت الصحوة كانت بتحصل من غير اللف والدوران ده كله. فهم ان كل اللي عليه يعمله انه يخلص البرج ده. فسألها بياخد قد ايه الوقت، البنت ردت في العادي 8 اسابيع، لو كنت محترف ممكن تخلصه في 6 اسابيع، اما اسرع شخص عداه فخلصه في 3 اسابيع فقط. وده الراجل عبقري من الجيل التاني اسمه ريوجي وان. بس بطلنا ما كانش منبهر، بالنسبه له 3 اسابيع وقت طويل جدا، وفضل يفكر اذا كان يقدر يخلصه اسرع ولا لا. فجاه حسوا بطاقه ضخمه جدا بتقترب منهم، وبعد لحظات نمر متحول عملاق ظهر، وحش معروف باسم النمر الترول. البنت دخلت في حاله من الرعب والهستيريا، لكن بطلنا كان سرحان لسه بيفكر في موضوع البرج. في اللحظه دي النمر لحس شفايفه كده وهو بيستعد يهاجم، لكن ملحقش حتى يتحرك. بطلنا وهو واقف مكانه ظرفه بوكس واحد كسر بق الوحش بشكل كامل. واخيرا بطلنا حسم امره، وخمس ايام كفايه عشان اخلص البرج ده. قعدت 5 ايام والمشهد اتغير لنقابه الامبراطوريه. زعيم النقابه مين جون كان بيتابع الاخبار. المساعد بتاعه جه وقال له حد خرج من برج التدريب ومر 8 اسابيع بس، وده وقت مش وحش. بس بعدها المساعد قال له حاجه صدمته، الشخص اللي خرج مش موجود اصلا في قائمه المشاركين، مفيش اي سجل عن دخوله للبرج اصلا. مش بس كده، الشخص الغامض ده عمل ضجه كبيره جدا بره. لما المساعد عرض صورته على مين جون اتصدم، الملامح دي مألوفه جدا، وعرف ان هونج اخوه الكبير اللي اختفى من 10 سنين. نرجع لبطلنا. البنت كانت في حاله ذهول، ازاي الراجل ده خلص البرج في 5 ايام بس. لكن لما شافت ازاي حطم الوحش الاخير بقى الموضوع مفهوم جدا وواضح بالنسبه لها. وفجاه النظام اعلن انتهاء الاختبار، لكن حصل شيء غريب. النظام حاول يحسب مهارات بطلنا بس فشل، واخيرا البوابه اتفتحت. بطلنا كان مستعد للخروج، وحان وقت بدايه فصل جديد في العالم الخارجي. اول ما خرج استقبله الممتحن. الناس وهي متجمعه بدات تلمس وتتكلم عنه، الكل متفاجئ من ظهوره الغامض. في اللحظه دي دخل شخص جديد للمشهد، كان واضح انه مش عاجبه الهرج والملج اللي عمال يحصل ده. الراجل ده معروف انه قائد الفريق التاني. الممتحن لاحظ وجوده وراح قال له على التفاصيل. قالوا ان شخصين خرجوا من البوابه، لكن المشكله ان واحد منهم مش موجود في قائمه الدخول اصلا.
القائد بص على بطننا من فوق لتحت كده، واول حاجه لفتت انتباهه مفيش عليه ولا خربوش واحد، مع انه شكله ضعيف جدا وهزيل. مستحيل يكون عدى الاختبار من غير اي اصابات. فضوله زاد فقرر يتصرف بنفسه. زق الممتحن على جنب كده، اركن يا اسطى، وراح يسال بطنه مباشره: هو انت مين يالا؟ واسمك مش موجود ليه في السجلات؟ بطننا رد عليه بكل بساطه: انا ما دخلتش من المدخل اصلا. لكن القائد ما اقتنعش. قال له: اي حد يدخل من البوابه لازم يخرج منها، ازاي بقى انت خرجت من غير ما تدخل؟ بطلنا كان هادي جدا، واضح انه مش عامل اي اعتبار للراجل ده، وده بدا يستفزه جدا. القائد اتحرك ناحيته وحط صباعه في وشه وقال له بكل وقاحه: هو انت غبي يالا؟ كان مقتنع ان بطلنا عنده قدره تخفي او تمويه، وقتها هدده بشكل مباشر: لو ما قلتش الحقيقه اعتبر نفسك ميت يا حماده. لكن بطلنا فضل بنفس تعبيره البارده، وده خلى الراجل ينفجر من الغضب، بقى اكتر عدوانيه وبقى يشتم ويزعق ويقل ادبه. لكن بطلنا ما كانش عنده طول بال، كان متضايق من حاجه تانيه: ريحه بق الراجل ده كانت معفنه جدا يا جدعان. فقال له بكل برود: اقفل بقك يالا. في اللحظة دي الوضع بقى واضح، الخناقة هتحصل لا محالة. بطلنا كان مستعد لأي حاجة، ولزوم الاستفزاز بتاعه زودها عليه كمان. بالمناسبة بيحبقك كارثة يالا على بقوم القرف. القائد انفجر وقبض ايده وضرب عليه بلكمة ضخمة جدا، لكن بطلنا ما اتحركش حتى. وفي لحظات كان كل اللي اتجرأوا عليه وهاجموه واقعين على الأرض. المشهد ده حصل قدام زعيم النقابة سي جون. كل الطاقم كان في حالة من الرعب. الشخص اللي كانوا مبلغين عنه مش بس ضرب الأمن، لكن اختفى بعدها فورا. سجون امر بفتح تسجيلات الكاميرات فورا. لما شاف الفيديو كانت الصدمه، المشهد كان واضح: القائد واتباعه هاجموا على بطلنا، لكن في الثانيه اللي بعدها بطلنا اتحرك بسرعه كونيه، لدرجه ان الكاميرا ما قدرتش حتى تلتقطه. وفي اللحظه كل الاغبياء اللي اتحدوه كان مغمى عليهم على الارض. واحد من الموظفين قال ان بطلنا اسقط 5 صيادين قبل ما يختفي، لكن ما حدش شافه وهو بيخرج. فالحل الوحيد اللي فكروا فيه اكيد استخدم قدره التخفي، لكن سجون رفض الفكره. بالنسبه له بطلنا ما استخدمش اي خدع، الراجل ببساطه كان سريع بشكل مش طبيعي. وجواه كان متأكد 1000% إن بطلنا مش شخص عادي، وكان متأكد إن ده أخوه اللي اختفى من 10 سنين، وأسلوبه لسه هو. سجون أصدر أمر مباشر لكل أفراد نقابة الإمبراطورية: دوروا على الراجل ده فورا، لكن عنده شرط مهم جدا: ممنوع تماما يحصل أي مواجهة معاه، كل المطلوب إنكم تقابلوه بأدب وتجيبوه المكتب. سجون عايز يقابله بنفسه. طاقم النقابة اتحرك بسرعة عشان ينفذ الأوامر بتاعة القائد، لكن سيجون كان لسه مستغرب من حاجة كبيرة: كان فين بطلنا كل السنين دي؟ وليه ظهر فجأة دلوقتي؟ والطريقة اللي اختفى بيها وظهر بيها طريقة مش طبيعية، ولو كان في كوريا طول الوقت ده أكيد كان هيجي لنقابة الإمبراطورية أكتر من مرة، يبقى أكيد في سبب قوي لاختفائه الطويل. وفي اللحظة دي لاحظ البنت اللي خرجت مع بطلنا من البرج، وقرر يسألها عنه، لكنها بسرعة لوحت بإيديها وقالت له: ماليش أي علاقة بيه ولا أعرفه يا فندم، إحنا بس خرجنا في نفس الوقت. سيجون صدقها، لكن كان عنده ملاحظة صغيرة: البنت دي خرجت من البرج بسرعة غير متوقعة، وده معناه حاجة واحدة: البنت دي أكيد اكتسبت مهارة قوية جدا. البنت اتكسفت واعترفت بتواضع: أنا قدرت أحصل على مهارة بدرجة A+. لكن بالنسبة لسجون دي مش حاجة بسيطة، بدأ يفكر في ضمها للنقابة على طول. قال لها: العقد هيكون مناسب ليكي تماما، وكل اللي يهمني إنك تكوني مرتاحة معانا. البنت كانت في قمة السعادة، وبدون تردد وافقت على العرض فورا. لكن قبل ما اللحظة دي تكمل دخل واحد بضن المشهد، وأول حاجة عملها بدأ يسخر من سمعة نقابة الإمبراطورية. سيجون عرفه على طول، بص عليه وقال له بتحذير: راقب كلامك كويس يا حموكشة. الشخص ده مش اي حد، ده الصياد ريوجي وان، صياد من الدرجه اس، وهو زعيم نقابه جونج جانك. وجنبه كان واقف شخص تاني واللي هو تشوي سول، وده برضه صياد من الدرجه اس، وهو زعيم نقابه الاسد الابيض. واضح ان الاتنين سمعوا عن الصياد الغامض اللي خرج من البرج بدون تسجيل مسبق. ريوجي وان بص حواليه وشاف افراد الامن مرميين على الارض، ما صدقش ان واحد بس قدر يهزمهم كلهم. قعد يقول بسخريه: لو الحراس وقعوا بسهوله كده يبقى الراجل ده قوي فشخ. توشي سول كان شايف نفس الكلام ده ومتأكد من الكلام ده، وده سبب كافي إنه يدور عليه فورا. لو الراجل ده عنده مهارة من الدرجة العليا هيكون موهبة لا تقدر بالباذنجان. الاتنين عندهم نفس الفكرة، مستحيل يسيبوه يفلت. وهنا قرر يوجي وان يحولها لتحدي: اللي يلاقيه الأول هو اللي هياخده، مفيش قواعد، أي طريقة مسموحة، أي خدعة شغالة، المهم اللي يوصل الأول يبقى هو صاحب القرار. توشي سول كان متحمس جدا للتحدي، مفيش وقت يضيعه، وكل واحد منهم بدأ يتحرك. المهمة دلوقتي مين فيهم هيوصل لبطلنا الأول. ريوجي وان مشي وهو واثق إنه الوحيد اللي هيلاقي الصياد الغامض ده، مش محتاجين تتعبوا نفسكم، أنا اللي هلاقيه الأول. لكن سي جون مش ناوي يسمح بكده بسهولة. ريوجي وان أمر مساعده جين إنه يجمع له كل الصيادين من الفئة السي والدي في الفريق إيه، عايزهم ينتشروا ويدوروا فورا. لكن جين كان محتار: احنا بندور على مين بالظبط؟ وهنا ريوجي وان فجر القنبله: احنا بندور على اخو سي جون. في الوقت ده بطلنا كان في مطعمه المفضل قاعد بياكل فراخ مقليه، وكانه مش واخد باله من كل اللي بيحصل. فريق كان مصدوم: بعد 100 سنه في عالم الشياطين يا منتن، اول حاجه تعملها لما ترجع تاكل شويه طيور مقليه؟ بعد ما خلص اكل بدا يتمشى في الشوارع، وهنا فضول فري زاد اكتر: انت رايح فين يا معلم؟
بطلنا ما ردش عليه لانه شايف ان الاجابه واضحه جدا، يعني اكيد رايح بيتي يا روح امك. اخيرا وصل بطلنا لبيته القديم. مجرد ما دخل ذكريات الطفوله ضربته بقوه. شاف نفسه وهو بيجري على جوه وقت العشاء، امه بتحضر الاكل، ابوه ماسك الجورنال. لكن كل ده بقى مجرد ماضي ضايع. دلوقتي البيت بقى مجرد مكان مهجور فاضي تماما، حتى وجوه اهله مش قادر يفتكرها. بيقول ان الانسان نعمه من ربنا، لكن بالنسبه لي كان لعنه. 100 سنه في عالم الشياطين، 100 سنه من الدم، 100 سنه من القتال، 100 سنه من الخراب. الزمن وقف، الحواس بهتت والنفسية انهارت، والنسيان كان أقوى تهديد ممكن يواجهه. لكن في وسط الظلام ده كله، اللي خلاه يفضل متمسك بالحياة كانت ذكرياته عن أخوه وتلاميذه. ما اسمعش إنها تبقى مجرد ذكريات، لا بقت هوس. لكن مش دي المشكلة، لأنها كانت السبب الوحيد في نجاته. فري لاحظ حاجة غريبة، المكان ده أبرد حتى من عالم الشياطين. بطلنا شاف كل حاجة واسترجع الماضي، لكن خلاص جه وقت إنه يتحرك. قرر يدور على أصحابه القدامى، وأول واحد في القائمة دي أخوه سيجون. لكن قبل ما يبدأ خطته حصلت مشكلة، عصابة كاملة حاصرته من كل اتجاه. الزعيم بتاعهم واحد بشعر أحمر عرف نفسه بثقة، أنا بيوند هاكام صياد للرتبة اسم من نقابة فضرة. بطلنا كان هادي جدا ولا أكن في حد بيتكلم معاه. إيه يا عم أنت مش واخد بالك أنا مين ولا إيه؟ لكن بطلنا فعليا مش مهتم ولا مديله وش. الموضوع تحول لسخرية متبادلة، بطلنا بيرد على كل إهانة بكلام أقوى وأشد. وده كان كافي يخلي هاكام يفقد أعصابه، وأخيرا قرر يلقيه درس. هاكام ضربه بلكمة قوية جدا جدا. الضربة رمت بطلنا لورا واتخبط في الحيطة بعنف. العصابة بدأت تضحك وافتكروا إنهم خلصوا عليه. الظاهر إن ضربة واحدة كفاية علشان يخليه يغمى عليه. لكن بطلنا كان ممدد في هدوء، مفيش أي قلق على وشه، وكأن كيس خيار متكيف جوه تلاجة. في اللحظة دي ظهر قدام بطلنا شباك النظام. النظام بيشرح المهارة اللي استخدمها هاكام. المهارة هي وميد البرق، ودي من الرتبة سي بلس. المهارة بتضاعف سرعة الجسم بشكل لحظي. كل ما قدرت تتحمل احتكاك كل ما زادت سرعتك أكتر. بطلنا قرأ المعلومات وبكل بساطة سأل فريد، تحب تاكلها يا معلم؟ فري كان مستعد يجرب أول مهارة يستهلكها بعد الرجوع للأرض، ومفيش مشكلة عنده إنه يدوقها. بطلنا واقف على رجليه تاني وبدون أي تحذير اندفع بسرعة على هكام ورزعه بالقلم. القلم كان مرعب لدرجة إن هكام طار واترزع في الأرض، كسرها تحت منه وهو بيقع. الأغبياء اللي كانوا بيضحكوا من شوية بقوا واقفين في حالة رعب. بعدها بطلنا مد إيده وادى لفري فرصة لالتهام المهارة. دايرة سحرية مظلمة ظهرت تحت رجليهم، وفي ثواني تمت عملية استخراج المهارة بنجاح. فري حس بمتعة أخيرا بعد فترة طويلة من الجوع، لكن بصراحة طعمه كان أسوأ بكتير من الفراخ اللي أكلوها من شوية. في الوقت ده هكام كان محروق من الإهانة، ونادى على أتباعه علشان يهجموا كلهم في نفس الوقت. العصابة كلها اتجمعت وهجمت على بطلنا، متخيلين إنهم ممكن كده يكسبوا. بطلنا ما اهتمش بيهم وبكل بساطة قال لفري، جرب المهارة اللي خدناها دلوقتي. ومجرد ما فري نفذ الأمر، بطلنا انفجر بسرعة غير بشرية. بدأ يتحرك بسرعة الضوء، وفي لحظات مسح العصابة كلها من على الخريطة. واحد من الأغبياء حاول يهجم عليه بمهارة خاصة، لكن بطلنا رد عليه بركبة في معدته. المسكين بقى يتف دم من شدة الألم. المهارة اللي استخدمها الخصم اسمها ضربة النقطة الحيوية، وهي بتهاجم نقاط الضعف تلقائيا. لكن بما إن صاحبها فشل في استخدامها، بطلنا قرر يستعيرها منه. قبل ما الأمور توصل للكارثة، سيجون ظهر في المشهد. أول ما بطلنا بصله شاف انعكاس وجه أخوه في عينيه. وفي لحظة المعركة الحامية اتحولت للقاء مؤثر بين شقيقين. علشان نفهم القصة دي أكتر لازم نرجع كده 20 سنة لورا، لما البوابات ظهرت على الأرض لأول مرة. الدمار والفوضى اجتاحوا العالم. الوحوش بدأت تظهر والأشخاص المستيقظين بدأ يكتشفوا قوتهم. ما كانش فيه شرطة، ما كانش فيه قوانين، كان عصر همجي وشوية بلطجية. والكل كان عديم الخبرة في التعامل مع الموقف. في وسط العالم الفوضوي ده، بطلنا واخوه سيجون اللي فقدوا اهلهم بدري اضطروا يعيشوا باي وسيله ممكنه. بطلنا كان من الجيل الاول من المستيقظين، ساب المدرسه وبقى صياد علشان يقدر يربى اخوه الصغير اللي كان مجرد طفل رضيع وقتها. رغم كل المصاعب دي، بطلنا كان اخ كبير مسؤول وعمل المستحيل عشان يحمي سجون في الاوقات المظلمه دي. نرجع بقى للحاضر، بطلنا بيمشي ورا اخوه اللي وداه على بيتهم الجديد. البيت كان فخم جدا كانهم عايشين في قصر. بطلنا كان مصدوم، اخويا بقى غني ولا ايه؟ سجون كان مبهور جدا بالمكان وسأل اخوه، انت استلفت فلوس ولا عملت ايه عشان تجيب القصر ده؟ بطلنا ضحك وقال له، كل حاجه حصلت بفضل المهارات اللي اتعلمتها منك. بما ان البيت ده المفروض يكون ليهم هما الاتنين، لا وفي كمان غرفه جاهزه لبطلنا. سجون من جواه مش قادر يصدق، الشخص اللي واقف قدامه دلوقتي هو نفس الاخ اللي اختفى من 10 سنين. عليا نعمل عناية بدأت تدمع، بس كان واضح جدا سيجون كان سعيد جدا جدا ومتحمس يدي وقته مع اخوه الكبير من تاني. بطلنا بقى قاعد عمال يرغي من غير ما حد يوقفه. سيجون مش مصدق، لكن كل كلمه بتاكد له ان ده فعلا اخوه الكبير. بعدها سيجون بيقول له انه كان بيدور عليه سنين طويله وعاوز يعرف الحقيقه. انت رحت فين وليه اختفيت وليه دلوقتي بالذات رجعت؟ بطلنا كان عنده كتير قوي عشان يحكيه، 100 سنه من المغامرات، لكن القصه دي مش هتنفع تتقال غير في قعده اخويه حقيقيه.
بعد فترة الاتنين بنلاقيهم قاعدين مع بعض وبطلنا بيبدأ يحكي كل حاجة. من 10 سنين بعد ما هزمت اللورد الرابع للشياطين لقيت نفسي فجأة في عالم تاني، وبسبب قطعة أثرية كان بيملكها اللورد. هناك قابلت كائن اسمه المفترس، كان عنده قدرة على استخراج مهارات الآخرين. فضلت 100 سنة في العالم ده أدور على تنانين عندهم سحر البعد، لحد ما هزمت ملك التنانين وأخدت منه الجوهرة البعدية اللي سمحت لي أرجع أخيرا. وطبعا صاحبي المفترس اللي اسمه دلوقتي فري رجع معايا وبقى جوه جسمي. سجون كان عمال يسمع الكلام ده كله وهو مذهول، لكن لما سمع ان فري موجود جوه معدة اخوه اتصدم اكتر. بطانا ضحك وقال له ببساطه: عارف القصه شكلها جنوني بس صدقني انا ما بهزرش. سجون خد نفس عميق، ورغم ان الكلام كله شبه الخيال الا انه مصدق اخوه تماما. العالم اتغير كتير في ال20 سنه اللي فاتت، وبالنسبه له مش مهم ازاي او ليه، المهم ان بطلنا رجع اخيرا. بما اني حكيت لك كل حاجه عني، دلوقتي دورك قول لي ايه اللي حصل وانت بعيد عني. بطلنا كان عاوز يعرف كل حاجه، خصوصا حاجه واحده محيراه جدا: ازاي تشو ديسو بقى رئيس الدولة. من وقت اختفاء بطلنا، تشو ديسو ده سرق الفضل في هزيمة اللورد الرابع وادعى ان هو اللي قتله، وحصل على لقب اعظم صياد في الجيل الاول. بالسرعة المزيفة دي قدر يوصل لمنصب الرئيس، وبقى بيصدر قوانين ضد نقابة الامبراطورية باستمرار. سيجون كان قلقان من اللي ممكن يعمله تشوي لما يعرف ان بطلنا رجع، لكن بطلنا انفجر من الضحك: انت بتهزر؟ الراجل ده حتى مش من رتبة اس. وقدر يضحك على الناس كلها. وقتها بطلنا افتكر العصابة اللي هاجمته قبل شوية، اللي كان قائدهم بيقولوا انه من نقابة جونج جانج. فسأل اخوه: دول شغالين تحت قيادة تشوي ولا ايه؟ سيجون هز راسه وقال له: لا، تشوي عنده نقابة اسمها انفينت، انما جونج جانج دي تابعة لشخص تاني تماما. في كوريا الجنوبية في 7 نقابات رئيسية معروفة باسم الهيبتا جرام. نقابة الامبراطورية كانت سيجون واحدة منهم، اما الباقي فهم انفينت تحت قيادة تشوي. فجرة والله يا شباب اسمها كده في الترجمة، اسمها كده بقيادة صياد الجيل الثاني ريو جيهان. بعد كده نقابة الأسد الأبيض، بعد كده نقابة محارب القتال، وبعد كده نقابة زهرة اللازورد، وبعد كده نقابة الروح المتجمدة. أول ما بطلنا سمع اسم ريو جيهان حس بدمه بيغلي. بطلنا سأل أخوه عن تلاميذه، الناس اللي كانوا دايما معاه واللي وقفوا جنبه في كل معاركه. سجون قال له إنهم اتفرقوا من فترة ومبقوش على تواصل مع بعضهم. شيو لونج ده رجع لبلده. كان جيو بقى تحت سيطرة تشوي. بطلنا كان مستغرب لكن كان لسه عنده امل في مون. اداله خبر صدمه، قال له مون مات. بطلنا اتجمد مكانه مش قادر يصدق اللي بيسمعه، وبدون تفكير سأل بسرعه مين اللي قتله، لكن للاسف مفيش اي اجابه. سجون وضح ان جثه مون اختفت ومحدش قدر يعرف مين القاتل الحقيقي. الصيادين بس هم اللي يقدروا يقتلوا بعض او افراد غير مسجلين المستيقظين. التحقيقات وقتها شاركت فيها منظمه HMC، لكن ما وصلوش لاي نتيجه. بطلنا كان مصدوم من الصدمات اللي بياخدها واحده ورا التانيه، فسأل اخوه: ايه قصه HMC ديت؟ سيجون بدأ يشرح له: دي وحدة تحقيقات خاصة بالصيادين، وكالة دولية متخصصة في جرائم المستيقظين، عندهم سلطة مطلقة في التحقيق وبيقدروا يعتقلوا أي مجرم مستيقظ. ببساطة الشرطة الخاصة بالصيادين. بطلنا حس بالفضول ناحية المنظمة دي، فسأل أخوه: أنت ليك أي علاقة بيهم؟ سيجون فهم على طول إنه ناوي ينضم ليهم، وعشان كده قال له: لو عاوز تجمع معلومات، نقابتي عندها فريق تحقيق قوي ومش لازم تورط نفسك مع HMC. لكن بطلنا كان ليه رأي تاني: هو مش بس عاوز معلومات، هو عاوز يتعمق اكتر في الموضوع ده. سيجون حاول يقنعه يرتاح بس الاول، وقال له: المنظمه دي بتتعامل مع القتله، مش افضل مكان ليك دلوقتي، خد وقتك وبعدها فكر في الموضوع. لكن بطلنا ضحك وقال بثقه: يا صاحبي انا قضيت 100 سنه في معارك، عملت كل الحاجات اللي ممكن تتخيلها، مفيش حاجه جديده عليا اصلا. سيجون عرف انه مستحيل يغير راي اخوه، فقرر يوصله بواحد اسمه ييي من نقابه الروح المتجمده ومسؤول في HMC. بطلنا كان متحمس للفكرة ومستني يشوف ايه اللي هيحصل، بس سيجون كان مستغرب: اخوه هو نفس الشخص نفس الملامح، لكن النهاية اللي حواليه اختلفت تماما. هو بقى شخص مختلف عن اللي كان عليه قبل 10 سنين. بطلنا بدأ يبحث عن منظمة ال HMC، وفجأة لقى مفاجأة جديدة: القائد المسؤول عن فريق التحقيق في منظمة جانج جيبوك هو شخص اسمه هانج جانو. والصدمة ان بطلنا يعرف الراجل ده كويس جدا. بعد يومين بمنطقة جانج جيبوك دي في مقر ال HMC، واحد بشعر مربوط واقف جوه عامل ازمه بسبب حاجه مضايقاه جدا. تاني مره يبعتوني مبتدئ جديد في فريقي، انا القائد هنا مش ناقص صداع. الشخص ده مش اي حد، ده هانج جانجو نفسه، الراجل اللي بطلنا عارفه كويس جدا. وهانج جانجو ده بقى القائد الحالي لفريق جانج بونك حاليا. واقف في مكتبه بيفكر ويفتكر ايام زمان، زمن المعارك اللي كانت غير متوقعه. القوه هي اللي كانت بتحكم كل حاجه. وقتها الصناديق كانوا يكتبوا وصاياهم قبل اي مهمه، عارفين كويس جدا انهم ممكن ما يرجعوش. من 10 سنين جانكو كان لسه مبتدئ وفي غارة خطيرة جدا، واتصاب بإصابة قاتلة. لو كان مات وقتها كانت الفرقة هتفقد أقوى مقاتل فيها، لكن معالج خارق للطبيعة هو اللي أنقذه في آخر لحظة. وطبعا احنا عارفين كويس مين المعالج ده. والآن نفس المعالج دخل المكتب. بطلنا رجع: ايه يا بونجو، غيرت اسمك ولا ايه يا حموكشة؟
بطلنا بيكلم القائد القديم بتاعه باسمه السابق وبيفكروا باليوم اللي انقذه فيه. بونج وقف متجمد مكانه مش قادر يصدق عينه. مستحيل الصياد سيبوه، الراجل اللي كان اسطوره رجع للحياه قدامه. بعد شويه بونجو جمع الفريق واعلن رسميا من النهارده سيبوه عضو جديد في الفريق. لكن الغريب التحول السريع في اسلوب القائد، من شويه كان بيشتكي انهم جابوا له عيل مبتدئ، دلوقتي بقى مؤدب جدا وبيأمر الكل يساعده في اي حاجه. فريق التحقيق بدأ يشك ان المجند الجديد ده مش عادي، ومن ضمن الفريق سوا المسؤولة عن إدارة البيانات. بونجو طلب منها تجهز جلسة إحاطة سريعة لبطلنا. بعض الأعضاء لاحظوا إن القائد بقى متوتر جدا وبدأ يتسأله هو ممكن يكون مستيقظ من فئات الثلاث نجوم. بعد شوية في مكتب القائد بونجو بقى خادم شخص البطلنا، بيحاول يجمله وبيعمل له قهوة، تحول كامل في شخصيته. في نفس الوقت سوا بدأت الإحاطة، لكن بطلنا كان عنده طلب محدد، عاوز كل السجلات الخاصة بالصيادين اللي اتقتلوا خلال ال 20 سنة الأخيرة. صوت صدمت، كل القضايا ديت محتاجة موافقة رسمية من جمعية الصيادين. ازاي تطلب كمية هائلة من البيانات كده؟ لكن القائد بونجو رد بكل بساطة نفذي كل اللي قاله وما تقلقيش هنجيبها بسرعة. بطلنا وضح طلبه أكتر، أنا عاوز حالات القتل اللي تم الاعتراف بيها رسميا، وكمان قائمة بقتلة الصيادين اللي لسه هربين. ليه بطلنا عاوز البيانات ديت؟ ببساطة قتل مستيقظ مش حاجة سهلة، القاتل ده لازم يكون مستيقظ بنفس القوة أو أقوى. لو موت اتقتل يبقى الفاعل محترف، وممكن يكون في سجل عنه في مكان ما، سواء كان ماتوا أو اتقبض عليهم لازم يكون ليهم أثر في السجلات. وأولويته دلوقتي إنه يعاقب القاتل. سوا جمعت المعلومات لكنها محتارة إزاي أوصلها ليه. بطلنا رد ببساطة ابعتيها على تليفوني. فجأة حد نادى على القائد بونجو عاوزه في مكالمة خاصة، في طلب دعم طارئ من الشرطة. واضح إن في مشكلة كبيرة، وبنعرف إن في حرب عصابات انفجرت في الشوارع، والكارثة إن بعض أفراد العصابات دول مستيقظين والشرطة مش عاوزة تتدخل. ليه بقى؟ لأن واحدة من العصابات المشاركة دي هي سيربروس، والقائد بونجو اتنرفز جدا لما سمع الاسم ده. أما بطلنا ما عندوش أي فكرة عنهم. سوا وضحت له إن سيربروس دول مش مجرد عصابة عادية، دول تجار أسلحة وقتلة مأجورين ومتهمين بتهريب المستيقظين وليلة سودا سعادتك. بطلنا شد انتباهه الجزء الأخير ده، لو الكلام ده صح ممكن يكون مرتبط بمقتل تلميذه، خصوصا ان جثته عمرها ما ظهرت. يلا يا بينجو خدني معاك. القائد بيتضايق جدا لما بطلنا بيناديه باسمه القديم ويقول له قلت لك مليون مره اسمي جينجو دلوقتي. لكن المشهد بيتنقل مباشره لارض المعركه، وبنعرف ان عصابه الحاسدون عديم الدم اتمسحت من الوجود بالكامل على ايد عصابه سيربروس. بتشوف جانجو الراجل التاني في القياده واقف بكل غرور وبيشوف جثه اعدائه قدامه، والراجل التالت في العصابه واقف جنبه بيقول نكت سودا كده عن الطريقه اللي قتلوا بيها خصومهم. المجانين دول فرحانين بالمجزره اللي عملوها. انفجار ضخم جدا بيهز المكان، واحد فجر حيطان المبنى ودخل بكل هدوء. طبعا بطلنا دخل الساحه. كانجو ده بدا يرغي بثقه، لكن بطلنا كان متاكد الراجل ده اكيد قتل صيادين قبل كده. الموقع اللي جبت منه ملخص واضح انه حذف مشاهد المعركه، والنتيجه ان عصابه سيربروس اتمسحت من الوجود. حتى كانجو نفسه واقف مذهول ومش عارف يتصرف. بطلنا كان اقوى بكتير، هزمهم كلهم بسهوله وسرق مهاراتهم كمان. كل اللي عمله هنا كان اختبار لقوته، وخلينا نشوف هل المستيقظين المجرمين دول بقى اقوى من قبل. والنتيجه العصابه دي كانت مجرد كمامه، من الافضل ان احنا نقصهم كلهم من جذورهم قبل ما يبقوا اقوى. القائد جانجو اخيرا وصل واعلن انه مسح الطابق العلوي بالكامل، لكن لما بص حواليه لقى كل العصابه ميته على الارض. ايه اللي حصل هنا؟ بطلنا رد بكل فخر سبت واحد حي محتاجينه عشان نحقق معاه. القائد كان مرتبك جدا، هو احنا كنا المفروض نقبض عليهم مش نقتلهم؟ لكن بعد التفكير طالما هم اللي هاجموا الاول نقدر نقول انه كان دفاع عن النفس. القائد كان عارف ان العصابه دي خطيره جدا لدرجه انه عليهم اوامر اعدام مباشره، لكن فكره ان بطلنا لوحده مسحهم بالكامل ده اكيد جنون. ودلوقتي هو فاهم تماما ليه بطلنا كان معروف باسم الكلب المسعور. وفي نفس اللحظه حد كان مستخبي تحت الاساس. بسرعه كلم سينيرا، العصابه كلها اتمسحت من الوجود. الراجل اللي سمع الخبر ده جيرتو، بنعرف انه صياد من الفئه ايه، وكان زعيم النقابه الحمراء في هونج كونج، وراح ينتقم لاخوه. المعركه لسه ما خلصتش والصراع الحقيقي على وشك ان هو يبدا. بطلنا كان بيحقق في قضيه مقتل مينجون، لكن في نفس الوقت بيتفاجئ ان بيته اتسرق بالكامل. الميزه في المنى في العالم ده انه من السهل تتابعها وتحللها كمان، وده بيساعد على كشف قدرات ورتب الصيادين. وبالتالي كان من المفروض ان الجمعيه تلاقي اي خيط يوصل للمجرم، لكن في الحاله دي القاتل كان ذكي جدا ومغطي كل اثاره. مينجون ده كان عالم اثار وابحاثه كلها كانت في غايه الاهميه، ومع ذلك ولا حاجه من متعلقاته اتبقت فيها نقطه مانع. بس هنا السؤال، هل السرقه دي كانت مجرد عمليه سطو عاديه، ولا يمكن الحرامي كان مجرد سرقه عادي مش حد مخطط من البدايه؟ لكن الشجون استغرب من الفرضيه دي. بطلنا وضح فكرته، المسروقات دي قيمتها عاليه جدا، وده معناه ان كان المفروض يسيب اي اثر وراه، لكن لو الحرامي كان عاوز يمحي كل الاثار دي كان هيولع المكان كله. وده بيأكد حاجه مهمه، ان مقتل مينجون ده والسرقه كانوا جريمتين منفصلتين، حد استغل موته وسرق البيت بعدها.
بطلنا بدأ يربط الخيوط كلها مع بعضها. انا شفت قضايا مشابهه قبل كده، معناه ان في حد بيلعب من ورا الستار. اخوه حاول يقنعه يسيب الموضوع ده، لكن بطلنا كان مصمم. انا مش هسيب القضيه دي تتقفل كده. لكن وصل لطريق مسدود، المجرمين في كل مكان لكن مفيش اي خيط قوي. بطلنا بدأ يفقد أعصابه وهو في أحد الأماكن الضيقة، لكن فجأة سمع محادثة مشبوهة بين اتنين مجرمين. المنظمة مسحت أماكن كتير من غير أي أوامر أو تصاريح. الناس بتختفي وكأنهم بيترموا في الجحيم. المنظمة دي باين عليها قوية جدا، ومحدش يقدر يعترض طريقهم، حتى المجرمين نفسهم خايفين منهم. وبعض الصيادين اقوياء مش بينضموا لهم، لكن واضح ان حد بيلعب بموازين القوه في العالم السري للصيادين. بطلنا سمع كل حاجه وقرر يكشف عن نفسه فجاه. واول ما ظهر بيقول لهم ايه اخبار المستودع بتاعكم. المجرمين اتصدموا. اللي ارنب الجبان اللي فيهم كان على وشك ان هو يغمى عليه. عارف ان بطلنا هو اللي بيمسح المجرمين من الوجود. الزعيم بتاعهم نادى على رجالته فورا: حاله طوارئ يا رجاله. لكن بطلنا فضل واقف مكانه وبدون ادنى خوف بيقول لهم قولوا لي فين المستودع والا مش هتخرج من هنا سليم. الزعيم شاف انه خلاص ضمن الفوز، احنا اكتر منه في العدد وهنخلص على ميتيك امه بسهوله. هو مش عارف انه لسه داخل على كابوس حي اصلا. المجرمين كانوا فاكرين ان هم بيحاصروا بطن، لكن في الحقيقه هم اللي حطوا نفسهم في موقف صعب. بما انكم جمعتم نفسكم قدامي يبقى وقت التدريب ازف يا رجاله. بطلنا فعل مهاره جديده وبدا يتوهج بضوء ذهبي ساطع جامد فشخ. العصابه كلها اتعمت لثواني، وفي لمح البصر كل رجاله العصابه وقعوا بضربه كهربائيه قاتله. المساعد الوحيد اللي فضل وقع على ركبته مرعوب: هو انت حتى مش بني ادم زينا؟ بطلنا رد بابتسامه مجنونه: انا مجرد مجنون مستمتع باللعبه. وهنا اللعبه انتهت والمجرمين كلهم في قبضه بطلنا. دلوقتي يقدر يحصل على معلومه مهمه جدا اللي هي مكان المستودع. والتحقيق بياخد منحنى جديد تماما. بطلنا اكتشف سر مهم جدا اللي هي مذكرات مين جون السريه كانت محميه بسحر قوي. القفل بتاعها السحري محتاج منى اصليه من صاحبها علشان يفتح فقط. لكن بطلنا مش عاوز يقرا الكتاب نفسه، هو مهتم اكتر بالمنى اللي جواه. بسرعه طلب بونجو على الهاتف: هات عربيه وفريق تنظيف بسرعه فورا وتعالى، انا خلصت عليهم لكن عندي مشوار تاني. المشهد بيتنقل لمكان غامض، السوق السوداء بيتاجر فيه القدرات السحريه اللي هي ارض المهارات المسروقه، واللي بيشتروها اللي بيسموها بلاك سكاي فول. وسط كل الفوضى دي امراه غامضه بتلعب بالكروت السحريه واسمها موم يونج، ودي من الفئه الشمال العظيمه وتعتبر احد قاده السوق. مجرد ما دخل بطلنا حس بوجوده فورا، كل العيون كانت عليه. بطلنا رجع بعد غياب 10 سنين ولسه عامل دوشه وقلق يا رجاله. بهدوء دخل مقابله مومين يونج دي. اول ما شافته قالت له: انت مختفي من سنين، ايه اللي جابك هنا؟ لكن بطلنا مش في مزاج ان هو يحكي ويرغي مع النسوان. سلمها المذكرات وقال لها ببساطه: عاوزك تستخرجي المنى دي. موم يونج دي كانت مستمتعه باسلوبه المباشر، لكنها فكرته بالاجراءات المطلوبه. بطلنا بدون تردد قطع كف ايده وقعد الدم يضرب منه. الفكره ان المهنه مستحيل ترجع لحالتها الاصليه، زي الاكل المطبوخ كده، ما ينفعش ترجع فرخه بعد ما شويتها وحمرتها الفرخه بتجري تاني تقول كاك كاك. لكن هنا بتيجي مهاره مومو يونج خارقه للطبيعه، واللي هي هكر المانا. وبنعرف ان دي قدره نادره جدا بتكسر قوانين السببيه، وقدرتها بتخليك تفك اي تعويذه مستحيله. وبتشوف فري مساعد بطلنا كان مرعوب منها. الست دي غريبه جدا يا معلم، لكن بطلنا مش مهتم بالكلام ده. انا مستعجل ومش هضيع وقت هنا. بهدوء اخذ المنى المستخرجه وخرج من المكان. الواجهه التانيه بتاعتهم او المكان اللي هم يروحوا له تاني معهد الابحاث التاريخيه، المكان اللي حصلت فيه جريمه قتل مين جون. المبنى ده تحت سيطره نقابه الالماس، لكن بطلنا دخل بسهوله. واول ما دخل لاحظ حاجه غريبه: اشباح ذكريات الماضي لسه بتطوف في المكان. وفي حاجه غريبه هنا: بطلنا قرر يستخدم مهارته الخاصه، عاوز يشوف ذكريات اللي ماتوا هنا. استخدم مهارته الفريده استذكار المانا. دلوقتي يقدر يشعر بكل العواطف اللي مر بيها مين جون قبل ما يموت. والمشهد بيبدا يتشكل قدامه لكن مش واضح تماما. المهاره دي مش بتوريني الذكريات بس بتخليني احس بالمشاعر اللي كانت عنده. النتيجه هنا كانت صدمه: مين جون ما كانش مجرد عالم اثار، ده كان مقاتل قوي جدا، وده معناه ان اللي قتله كان وحش بجد. المفاجاه الاكبر هنا بقى ان القاتل ده كان واحد من الفي اي بي. بنعرف ان مين جون كان عنده ارتباط بمنظمه تانيه غير معهد الابحاث. بيسأله بيقول له: انت كنت كويس؟ فريق كان عارف ان بطلنا بيتألم حتى لو مش باين على وشه. كل اللي كان يهمه حتى وهو في عالم الشياطين هو تلاميذه وعيلته. دلوقتي واحد من تلاميذه تحول لرماد، وبعد قرن كامل اول حاجه عملها لما رجع الارض هو انه يدور عليهم. قول له: كويس الحمد لله تمام. بس طبيعي بعد 100 سنه نحس بالحاجات دي. لكن الاحداث ما استنتش حتى بطلنا يستوعب اللي حصل. ريو ظهر فجاه من العدم، واضح انه زي من تتبع بطلنا طول اليوم. انت هتيجي معايا دلوقتي. لكن بطلنا لمحه بضحكه صغيره كده: على فكره شايف السته اللي مستخبين هناك دول؟ حاولت تكون اذكياء بس للاسف. ريو كان معجب جدا بملاحظته، لكنه ما هداش وقال له: قدامك خيارين، يا تيجي معايا بهدوء او اقطعك 100 حته ونسحبك معانا للمعلم بتاعنا. وزي ما انتم متوقعين رد فعل بطلنا رفع ايده في الهواء واستسلم فورا. ريو استغرب
يهرب لكن امر رجالته ان هم يربطوه، وده كان بالظبط اللي بطلنا عاوزه. بسرعه استغلوا اللحظه دي وغضب واحد منهم ريو وفرقته اتصدموا، والرجاله هجموا عليه مباشره. الوضع بقى فوضوي، لكن فجاه جيرت ده ظهر بنفسه. جيرت كان داخل بكل تناكه وكبرياء: انا اللي هتولى التخلص من البني ادم ده بنفسه، تعالى يا حماده تعالى. وبهدوء شديد بدلنا استعد بقول له اتفضل يا معلم جرب حظك. يقول له هو انت فعلا قتلت جين؟ بطلنا رد بكل بساطه وبكل برود: مش مهتم باسم اي حد، انا بس نظفت الزباله اللي كانت موجوده. الكلام ده خلى جيت يخرج عن شعوره تماما، وبسرعه هاجم بكل قوته علشان يمزقه اربا اربا. لكن بطلنا مش ما كانش باين عليه ان هو قلقان خالص، وبهدوء فعل مهاره الشفاء الفوري. كل الناس اتصدمت حتى اتباع جيرت، ازاي شخص يقدر يصد ضربات صياد من الرتبه ايه؟ بطلنا ما عندوش وقت يضيعه مع شويه العيال الكومبارس دول، وبضغطة زر فعل مهارة وميد البرق، وفي ثانية واحدة كل اللي اتباع كانوا واقعين على الارض. الناس واقفين مذهولين ازاي يكون معالج وفي نفس الوقت مقاتل خارق للطبيعه، ده اكيد بني ادم مش طبيعي. لكن جيت فهم حاجه خطيره جدا: بطلنا مش مجرد شخص قوي، ده كان تهديد حقيقي. لو ما استخدمتش قوتي الكامله هنا انا هتفشخ. لكن للاسف بطلنا كان شايف الموضوع من زاويه تانية خالص: اي مجرم لازم يدفع ثمن جريمته، مهما كنت قوي القانون فوق الجميع يا حماد. وبما ان انتم مجرمين انا بقى وزيت ان انا امسككم وانضفكم. جيرت كان باين على ملامحه ان هو غضبان جدا من الكلام ده، بيقول له: انا اخويا كان مجرد شخص بيحاول يحميني، ما كانش عنده خيار غير انه يبقى مجرم علشان نعيش، وانت قتلته بكل برود، دلوقتي لازم تدفع ثمن غالي. جيرت فعل مهارته المطلقه اللي هي ناب الذئب، وبتشوف طاقه مانع حمراء قاتمه بدات تتدفق. الهجوم ده كان باين ان هو هجوم قاتل، والوضع بقى خطير جدا. فريز تاني طاقته كامله من كتر ما كان بيدعم بطلنا بالقدرات طول اليوم. بطلنا وعده انه هيهزم جيرت من غير ما يطلب مساعده تانيه، وفعل مهاره سريه اسمها الابطال. في اللحظه دي هجوم جيت القوي اتلاشى تماما. جيت وريو كانوا مصدومين جدا من اللي حصل، ازاي بطلنا قدر يبطل الهجوم المصنف الرتبه ايه بكل سهوله؟ ده مش معالج، ده اكيد كابوس. بطلنا قرر ينهي الكلام ده وبدا الهجوم المضاد، بقول له: هو انت بتبرر الجرائم بالدموع؟ طب شوف الناس اللي عاشت نفس ظروفك وما بقاش مجرمين. بسرعه سدد ضربه قويه جدا لزعيم النقابه. بتشوف جيت ده طاير في الهواء قبل ما يصدم بالارض بعنف، لكن جيت ما استسلمش: مستحيل يكون عندك منى غير محدوده، لازم تنتهي قريب. وقرر يحاول القتال لحرب استنزاف، لكن بطلنا كان سبب خطوتين. بخفه تفادى هجومه بدون ما يستخدم اي تعويذه، وبحركه سريعه راح خبطه بالشلوت في وشه. ضربه ضربتين سلم من اللكمات نزل على جيرت. بطلنا شاف نقطه ضعف جيرت وبيستغلها لصالحه. مشكلتك انك بتعتمد على مهاره جسمك نفسه مش قادر يتحملها. بنشوف جيرت ده وهو بينفجر من غضب وقرر انه يهاجم بكل ما عنده، لكن هل هيقدر يقلب الطاوله؟ شوف جيرت وبيضغط على بطلنا وبيرجعه لورا. الوضع بقى خطير، بطلنا في الهواء بلا دفاع، وجيرت بيمر رجالته ان هم قيدوه بسلاسل عشان ينهي القتال ده. بتشوف ريو مش عاجبه اللف والدوران، وبيقول له: هو انت في الاول طول ما حدش يتدخل، دلوقتي عاوزهم يساعدوك؟ لكن بطلنا زي ما هو ولا فرق معاه اي حاجه، بيقول له: برافو عليكم، رجعتوا في انكم تبقوا مجرمين حقيقيين. وفي لحظه استخدم تعويذه سرقه الحياه. بنشوف جد بدا يتحلل وهو حي، يعني هو صاحي عم جسمه بيتحلل، جسمه بياكل نفسه بنفسه. وبنشوف ريو واقف مصدوم مش قادر يصدق اللي بيحصل. بطلنا مش مجرد معالج، ده وحش قادر يتحكم في ارواح الناس. بطلنا بيلف لريو وبيقول له بكل برود: يلا نام شويه. وبضربه كاراتيه واحده ريو وقع مغمى عليه. لكن في حاجه غريبه: بطلنا لاحظ الكاميرا اللي المفروض تسجل القتال لاغراض التحقيق، وبيقول يا رب التسجيل ده بس ما يكونش باظ. لكن هنا الصدمه الحقيقيه: اللي كان ماسك الكاميرا ضغط على بث مباشر بدل التسجيل. دلوقتي في اكتر من 6000 بني ادم بيشوفوا القتال ده لايف بعين عينك. بتشوف ناس مستغربه بتقول ايه اللي حصل ده، دي مصيبه على المنظمه كلها. البث المباشر ده كان اصلا فكره قديمه لجذب الموهوبين، بس باءت بالفشل. الناس كلها بتتكلم عن المقاتل المرعب الجديد، ومين الشخص ده وليه قوي كده وازاي انضم للمنظمه، والاهم من ده كله ازاي قتل زعيم نقابه بكل برود. واخيرا اقوى راجل في كوريا تشوي ديسيو قرر يتدخل في الموضوع. وبعد ايام بطلنا ولا همه حاجه قاعد في كافيتيريا نقابه الامبراطوريه بياكل وقاعد بيشرب ومروق على نفسه. الناس كلها مقلوبه بسبب الفيديو، وهو شغال قاعد مشغول بالاكل بس. حتى فريم متضايق ان هم بيزعجوه وقت الاكل. البث المباشر بقى ترند على الانترنت، بس لحسن الحظ الكاميرات كانت بعيده جدا فوش بطلنا ما كانش واضح. لكن كان في مشكله اكبر: تشوي رئيس المنظمه قضى 10 سنين بيحاول يمسح اي اثر لبطلنا. دلوقتي بعد ما بقى رجع وبقى حديث الجميع الامور هتتعقد اكتر. بطلنا اصلا مش مهتم باللي حصل حتى بعد الضجه اللي عملها الفيديو، ولا فارق معاه العواقب اصلا. وفي وسط الاجواء دي بيقابل ناس كان يعرفهم من البرج، واللي اسمه شينجو ده اللي انضم مؤخرا لنقابه الانقاذ كصياد رتبه ايه بفضل بطلنا. لكن النقاب الرئيسي بدا يشك ان كان في مؤتمر سر للصيادين، وبالفعل بيدخل 2 صيادين تانيين على الخط: بيشو هامان وياماتو، وكل واحد جاي من نقابه مختلفه. كمان تاي من نقابه الامبراطوريه بيقول انه سمع كلام كتير عن بطلنا. كلهم كانوا فخورين بانجازات داخل المنظمه الا هامان اللي من اول لحظه شك فيه، شايف ان بطلنا مش ممكن يكون هو اللي هزم جيرت اللي كان يعتبر غريمه ومنافسه الابدي. والكلام ده ما كانش منطقي بالنسبه له، وكل ده كان كلام فاضي بالنسبه له. لكن النقاب الرئيسي بيرد كده بوجه شكله ملل: انت بتكون واضح جدا مع شخص مهم في مقر النقابه الرئيسي. هامان مش بيقتنع وبيبدا يجادل، وبيوصل لدرجه انه مش خايف حتى من العواقب لو حد اشتكاه. لكن بطلنا مش مهتم بالكلام ده كله، بكل برود بيرد عليه: لو نفسك تشوفني تعالى دور عليا بنفسك بدل الرغي ده كله.
وبعدين بيقعد يسخر من معلمه اللي واضح انه فشل اصلا في تدريبه. الاهانه دي بتضرب هامان في الصميم لدرجه انه بيضرب الكرسي بالشلوت بكل غيظ، وبيقعد يهدد بطنه بطريقه افلام المدارس الثانويه. خد بالك على نفسك بالليل يا حموكشه. بطنه كان مستغرب، هو بيحاول يكون البعبع ولا ايه؟ لكن النقاب الرئيسي بيقرر ينسى كل حاجه، بيقول لبطنه ما تقلقش انا هتخلص من شويه الفيران دول بنفسي. ورد عليه بطنه بكل هدوء مفيش مشكله، ده مجرد تلميذ من تلاميذي، فمش مستغرب انه بقى متكبر. بعد شويه بنشوف جيان ومدير الفرع في لقاء مع سو جيل زعيم نقابه الاسد الابيض. سو جيل ده كان عاوز يعتذر رسميا عن المشاكل اللي عملها احد اعضائه ضد بطنه، لكن جيانو ما كانش مهتم باي اعتذار. زعيم النقابه مش المفروض يعتذر بسبب تصرف احد اعضائه، وبسرعه بيفهم ان سو جيل مش بيعتذر بجد، بل بيحاول يجنب بطنه في نقابته. لكن جينو بيرفض الفكره تماما، مستحيل اسمح لاي نقابه تاخد بطنه. سو جيل بدا يشك ليه شخص قوي زي بطنه بيتولى مهمه حمايه سجن، المهمه دي بتكون مسؤوليه النقابات الضخمه مش المنظمه. لكن جيانو متفائل بالمستقبل، بيقول ان التغير ده جاي قريب. وفي النهايه بيوافق ان هامان يعتذر بنفسه لبطنه بدل ما النقابه تتدخل، وده موضوع شخصي بينهم لازم يتحل بينهم. بعد الاجتماع سوجيل بيكون سرحان في افكاره ومش عاوز يخسر شخص زي بطنه بكل سهوله. سوجيل بقى مش ناوي يسيب موهبه زي بطنه تضيع، فبيطلب من السكرتير يكلم هامان عشان يقابله، وبيحذره يتصرف معاه بادب ويتحدى المكان اللي اتقابلوا فيه، المنطقه انين، وهي دي هتبقى المكان اللي اتقابلوا فيه. والكل بقى عارف ان منظمه اتش ام سي بنفسها بتدعم السجن، لكنها لسه ما وصلوش، وده مسبب ازمه. المدير كان متضايق جدا من التاخير بتاعهم، وكمان طفح بيه كتير من العصابات اللي بتتصارع جوه السجن. التقرير الحالي بيتكلم عن شير فولك، مجرم خطير جدا كانوا فاكرينه سهل، لكن بعد ما اتحبس بدا يتجنن اكتر، رغم انه كان تحت تاثير كوم المانع انه مسح الارض بخمس سجناء بسهوله. ده مش مجرد مجرم عادي، ده تهديد من نوع خاص. شير فولك كان قاعد في زنزانته ومستني اوامر جديده، ومجرد ما يعرف ان المنظمه بدات تتحرك بيفهم الرساله، لو عاوز يخرج لازم يصير فوضى داخل السجن. بنشوف بطلنا اللي وصل اخيرا لسجن إلشون علشان ينفذ مهمته، لكن في الناحيه التانيه هامان مش طايق الوضع، بتنرفز بسبب الفوضى اللي حصلت في السجن، وكمان متضايق ان زعيمه مهتم اكتر بتجنيد الناس بدل حل المشاكل. بمجرد ما بيشوف العربيه بيجري باقصى سرعه عشان يلحق بطلنا، وخلاص هو زهق من المهمه ديت وعاوز يطلب اجر اضافي بس عشان الوقت اللي ضيعه. جوه عربيه ترحيلات بطلنا كان قاعد مسترخي جنب الهدف الرئيسي، وشوف شير فولكو بيحاول يستفزه وبيقول له انت متاكد انك الحارس الجديد بتاع السجن؟ بطلنا بيرد عليه بكل برود ابدا ده كلام فاضي، سيبك منه ما تشغلش بالك بالكلام ده. شير فولكو بدا يحاول يسخر منه، بيقول له انت مجرد عضو خاص في نقابه، وواضح انك واثق في نفسك اكتر من اللازم. لكن بطلنا بيرد عليه بجمله اسطوريه عابره للكرات، انا ما اعرفش انت مين اصلا يا حماد. شير فولك ما كانش مستوعب وحاسس انه اتهان بجد، ازاي مش عارفني؟ بيحاول يستعرض نفسه ويقعد بقى يقول له خطبه شريره عن تاريخه الاجرامي، انا ضربت خمسه مجرمين وبهدلتهم كلهم. لكن بطلنا بيرد عليه برضه ببرود قاتل، اوه يعني كانوا بينقلوك عشان بتتكلم كتير ومش بتسكت. شير فولك بدا يفقد اعصابه ويتجنن، هو مش مستوعب ازاي نقابه محترمه بعتت له مجرد شاب عادي عشان يحرسه. لكن بطلنا مش مهتم وقاعد بيشرب في القهوه بتاعته بكل هدوء، زي ما يكون في كافيه مش وسط عمليه ترحيل خطيره. وفجاه العربيه بتنفجر، السياره بتطير في الهواء يا معلم، والدنيا كلها بتتقلب راسا على عقبا. شير فولك بيكسر الباب بكل غل وهو متغاظ من اللي حصل، ازاي يحاولوا يقتلوني وانا محبوس؟ الراجل العجوز اللي دبر الهجوم ده قاعد بيضحك بيقول كنت عارف انك مش هتموت بسهوله، لكن الاهم هل بطننا لسه عايش؟ شير فولك كان بيتاكد بنفسه بيقول بكل ثقه بيقول انا دمرته تماما، يعني اكيد انتهى خلاص. بنشوف شير خلاص زي من التاخير فك الاصفاد بس بسبب انها معززه بالمانع، وفي الاخر قدروا يحرروه، بس الواد شايف انه بيبالغ في رد فعله. فجاه صوت قوي بيقطع الجو، ما حدش فيكم يتحرك يا ولاد 60 هرم. همان وصل ومصدوم انهم قدروا يعملوا حركه جريئه زي دي، همان مش ناوي يسيب المجرمين دول يهربوا. البنت صدمت وبتقول ده الصياد همان اللي من التصنيف ايه من نقابه الاسد الابيض. العكوز بيأكد انه لوحده، يعني همان داخل المعركه لوحده فمحدش يخاف ولا يقلق. فجاه شير بيتحول لوحش باستخدام مهاره البير وولف. همان هو كمان مش مصدق اللي شايفه، هو الواد ده متحول. همان بيبدا الهجوم بتاعه بسرعه رهيبه، بيسدد كام ضربه ورا بعض كده، لكن شير واقف مكانه عادي. شير عمال يسخر منه وانت فاكر نفسك قوي يا ابن الجزمه لا ولا ايه؟ ضرباتها دي كلها زي المساج بالنسبه لي. وبنشوف البت اللي بتطلق تعويذه 10 رؤوس الافاعي دي، والثعابين السحريه بتلف حوالين همان وبتشيل حركته. همان كمان بيحاول يفلت، لكن شير بيجهز له ضربه قاتله. اللحظه الحاسمه خلاص قربت، العجوز بيأمر شير انه ينهي القتال ده فورا قبل ما حد يوصل. شير بابتسامه كلها شر، يلا نخلص عليه يلا بينا. ولكن فجاه شخص جديد بيتدخل في اللحظه الاخيره علشان ينقذ همان. همان مصدوم، هو انت ليه هنا؟ الوحش مش مصدق ان سيو لسه عايش. العجوز متاكد انه كان لازم يموت، لكن الواضح ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل.
همان عمال يصرخ استنى الدعم وما تتحركش لوحدك. بس سيو كان غضبان جدا، مش بس انهم حبسوه في الحفره دي، لا لكنهم بوظوا عليه قهوته كمان. بنشوف عيونه اللي مليانه غضب وبيقرر يخلص على العصابه دي حالا. مين سيو المعروف بالكلب المجنون وقاتل ملك الشياطين بيعلنها صريحه، اللعبه خلاص خلصت يا ولاد 60 هرمه. وبيلفت كلامه لهمان وبيقول له ان مهاره اسورا مش مجرد مهاره هجوميه، الوحش المستذئب ده بيندفع للهجوم لكن قبل ما يوصل بيتقطع بسيف سيو. همام مش مصدق عيونه، دي نفس المهاره اللي المعلم بتاعه بيستخدمها. سيو بيسخر من الوحش وبيقول له علشان اللحم يبقى طري لازم يتصفى من كل الدم، يا حركاتك يا تكاتك يا شيف سيو. العجوز بيرد بهجوم صاعق لكن سيو بيتفاداها بسهوله. ونشوف سيو بيلاحظ ان العجوز عنده قدره نادره على الالقاء المزدوج باستخدام اداه ملعونه، وبيقول له على الاقل حياتك كان ليها معنى بسيط. همام ما قدرش يمسك فضوله وساله انت مين يا معلم وازاي عرفت مهاره المعلم بتاعي. بس قبل ما ياخد اجابه العجوز بيستخدم تعويذه الجاذبيه وبيحاول يخليه رهينه. سيو بيضحك بكل السخريه بيقول له بجد انت نزلت لمستوى التهديدات الرخيصه دي يا حموكشه. العجوز بيهدده لو عاوز همان يعيش امشي من هنا فورا، بيحاول يقنعه انه مجرد متورط بالصدفه وممكن يخرج بدون مشاكل. سيو بيحط صباعه في ودنه بكل برود وكأنه بيهرش فيها، لو مش عاوز المشاكل ما كنتش هكون هنا من الاساس. وبيقول له ان همان المفروض يعرف يتعامل مع تعويذه الجاذبيه تافهه زي دي. العجوز بيحاول يشكك في موقف سيو، انت وهو فعلا في نفس الفريق. سيو بيرد بسخريه الفريق الوحيد هنا هو انتم، وبيكشف الحقيقه الصدمه، العجوز ده قاتل صيادين شغال لصالح منظمه قويه. العجوز بقى مصدوم، ازاي سيو عارف كل ده؟ سيو مش بيدي فرصه للعجوز وبيفضح اسراره واحد ورا التاني. اخيرا بيطلب منه الحقيقه، انت شغال مع مين؟ العجوز بيحاول يهدد تاني بس سيو بيرد عليه بنظره قاتل، جاوب من غير ما تهمش. فجأة العجوز بيطلع أداة ملعونة وبيفجر تعويض الصدمة، لكن الصدمة الحقيقية سيو بيمتص الهجوم ده بدون أي مجهود. العجوز مش فاهم هل سيو استخدم تعويذ البرق لتعطيل الأداة بتاعته؟ في محاولة للهروب العجوز بيتراجع بسرعة لكن المفترس جوه سيو بيقول له الوجبة بقت أشهى. فجأة ايد سيو بتبدأ تضيق، قوته رجعت بنسبة 40%. بيبص العجوز بسخرية، مش هتضيع الوقت أكتر، عندك أيام قليلة عشان تعيشها أصلا. العجوز بيعترف إنه صياد قاتل لكن بيرفض كشف اسم المنظمة، بيقول له لو اتكلمت هموت فورا. في اللحظة دي همام بيقف على رجليه وكمان الوحش بيرجع لوعيه. سيو مش بيضيع وقته وبيسأل العجوز هو انت خايف من الموت؟ بيبدأ في تفعيل تعويذة ضخمة جدا، 3 دوائر سحرية بتظهر حواليه. العجوز بيموت من الرعب وبيزعل الوحش، اتصرف بسرعة هيفشخوني. لكن الوحش بيزعق فيه اخرس قبل ما يغطي نفسه بهالة بنفسجية وبيندفع ناحية سيو. همام بيتدخل وبيوقفه، دلوقتي بقينا متعادلين. فجأة سيو بيطلق تعويذة 1000 ريح، الانفجار الهوائي بيرمي الوحش والعجوز بعيد جدا. سيو بيندفع بسرعه ويمسك العجوز من رقبته وبايد حديديه بيقول له انت فعلا حاسس بالموت، وبيضغط اكتر وبيساله كم مره لازم اوصلك لحافه الموت قبل ما تتكلم. همام بيتفرج بذهول. سيو بيقتلهم وبعدها بيعالجهم علشان يعذبهم اكتر، يخرب بيت ام المجزره. بيفكر لو كنت مكانهم كنت افضل الموت بدل العذاب ده. سيو بيكرر سؤاله، الوحش بيفقد الامل وبيقول لا، وبيقول للعجوز جاوب وخلاص. اخيرا العجوز بينطق بالكلمه اللي كلنا مستنيينها، مش سيو لوحده، احنا شغالين مع بستايه. في اللحظه دي بيبص كويس في وش سيو وبتصدم سيو مش مجرد صياد عادي، الحقيقه الصادمه هنا سيو واحد منهم. سيو اخيرا بيكتشف هوايته الحقيقيه والكل بيكون في صدمه. الاسطوره المجنونه مين سيو كان واحد من 3 مقاتلين اسطوريين اختفوا من زمان يا جدعان. بكل هدوء بيقعد وبيقول بما انكم قررتوا تتكلموا انا عاوز معلومات اكتر، بيقول لهم هدف الاساسي وبيطلع صوره الراجل بعيون افعى. والمشهد بتاعنا بيتحول وبيكشف منظمة القتلى بيستيا، ودي منظمة سرية بتطارد أقوى الصيادين وبيقودها واحد اسمه كرو. قوتهم زادت من زمان ونفوذهم بقى منتشر في العالم كله. العجوز كان من الجيل الأول للقتلة وانضم ليهم من غير تفكير ووقع على عهد الصمت، حياته ومماته بقت في ايد المنظمة. لكن لما سيو خلاه يواجه الموت أكتر من مرة انهار وأخيرا اعترف. القاتل اسمه بلاك مامبا. سيو مش عاجبه الاسم لكن بيدخل في الموضوع الأساسي، عمركم قتلتم الصياد يونج مين جون؟ الجو بيتوتر، احساس رهيب بالخوف بيغرق المكان. بتشوف بالي بينهار بسرعه، ما نعرفش حاجه عن الموضوع ده لكنه بيكشف معلومه خطيره. بيستيا عندهم اجتماع سري بعد اسبوع، مهمتهم كانت تحرير الوحش من السجن علشان يحضر الاجتماع. العجوز هو في حاله يأس بيطلب من سيو ياخدهم كلهم كاتباع ليه، وهنا الصدمه الكبرى. هامان بيولع من الغضب، بيزعق مستحيل ان احنا نثق فيكم. بيلتفت لسيو ويقول له احنا اخوات مش هتصدقهم صح؟ سيو بيرفع حواجبه كده، اخوات؟ انت بقيت اخويا امتى يالا يا عيله؟ همام مش بيستسلم وبيقول له بما انك بتستخدم الهاله يبقى على الاقل انت سنيور ليا او معلم ليا،
ويمكن كمان تبقى معلمي، سيبك منهم، خد لنا تلميذك بدلهم. لكن سيو بيوقفه فورا، اسكت شويه، وبياخد لحظه للتفكير، وهدفه الحقيقي هو بلاك مامبا. لو ساب العجوز والوحش بيستيا هتقضي عليهم، والاسوأ خبر سيو هيوصل ليهم كلهم. القرار النهائي سيو بيعلن ان انتوا هتبقوا اتباعي. همام مش قادر يصدق، والعجوز بيبكي من الفرحه. سيو بيحط شرط قاتل لقبولهم كاتباع، لازم ياخدوا قسم المانا، وده عهد غير قابل للكسر. الوحش بيتردد شويه، لكن العجوز بسرعه يقاطعه، اما توافق او تعيش الموت 12 مره كمان. وبخوف شديد بيوافقوا. العجوز بيعرف نفسه باسم الشبح الاحمر، والوحش بيكشف عن اسمه الحقيقي الشير فالك. بمجرد ما بيكملوا عقد، سيو بيطمنهم طول ما انتم مخلصين حياتكم هتبقى في امان. لكن مين بقى اللي ما كانش راضي ده كله؟ صديقنا هامان، وبيقلبها دراما، وبيقعد يتشقلب على الارض زي العيال الصغيره، وعمال يقول له ازاي بتقبلهم وانا لا، وبيقعد يهدده لو ما خدتليش تلميذك انا هبلغ النقابه عن كل حاجه. سيو بيرميه بنظره مرعبه كده، وبيبتسم بكل هدوء، بيقول له ايه، انا كنت بهزر بس. وبعدين بيمحي لفافه القسم، وبيقبل هامان كتلميذ. هامان بيقعد يتنفس بصعوبه، لكن سيو عنده مخطط اكبر، محتاج شخص واحد كمان علشان يستخدمه لتنظيف الفوضى اللي جايه. المشهد بيتغير، وبنشوف جوه منظمه الاتش ام سي ضابط تخين بس غضبان جدا، وبيطلع غضبه كله على قائد الفريق جونج جو، وعمال يساله ازاي شير فالك هرب، وبيقول ان كل اللي بيقولوه عن اتش ام سي ده طلع مجرد وهم. المفاجاه سيو قاعد مسترخي على الكنبه، وبيرد بكل برود. الراجل كان سريع قوي وما لحقتوش، هعمل له ايه يعني؟ جونج جاو ده كان بيبص له باشمئزاز، حتى الكذب مش بتتعب فيه. الظابط التخين ده لسه عمال يزعق، فين الظابط الجديد المسؤول عن النقل؟ العمليه كلها كانت فوضى. لكن جونج جو بيقلب الطاوله، العمليه كلها كانت متعمده، وبيكشف ان شير فالك كان بياخد مساعده سريه من ضباط كبار بالسجن مقابل رشاوي. الظابط التخين عمال يقول له ده كلام فارغ. شوف بقى شوانج جو بيقول بكل ثقه، فهمت الشيكي، لكن الموضوع خطير جدا ولازم نحقق فورا في سجن انان. سيو كان بيحط خطه الاختراق، لكن جونج ما كانش مقتنع. بيسال ازاي هنقتحم منظمه قتل كامله بفريق صغير. سيو بيرد بابتسامه بارده، الهدف بسيط جدا، هو اباده كل واحد فيهم. في اجتماع بسيتيا القائد بيسخر من اللي اختفوا. بنشوف هيوجي عمال تصرخ بغضب، بتقول انا هقتل الوغده بنفسي. وبنشوف سكارموس عمال يامرهم بالهدوء، لكن القائد بيضحك وبيعلن مبارزه حتى الموت، اللي فائز هو اللي هيقتل الخونه. بلاك مامبا ده كان ما كانش مقتنع، وبيقول ده كلام فارغ. المشكله ان موقع الاجتماع اتفضح، وقبل ما يكمل كلامه اجراس الانظار عماله تداوي. الجميع بيتصدم، حتى اقتحم المقر. 5 متسللين بيهجموا المداخل الخمسه، وبنشوف 5 اعضاء بينطلقوا علشان يصدوا الهجوم، لكن واحد منهم بيتريق على بلاك مامبا، وهيوج لسه لازقين في القائد. بلاك مامبا بيضحك باستخفاف، دول مجرد كمامه. وبنشوف بعيد عنهم جونجو بيتسلم فتحات التهويه وهو متوتر، وبيفكر ليه دايما اللي بياخد اخطر مهمه، لكنه بيواصل التقدم بحذر، والمفاجاه مستنياه جوه. قبل نص ساعة الفريق كان بيتجهز بره المقر. العجوز عمال يشرح المداخل بتتغير طول الوقت، هنخش واحد ورا التاني، بس في النهاية كلنا هنكون جوه. سيو بيوزع الأجهزة اللاسلكية، لو حد واجهه مشكلة خصوصا مع بلاك مامبا يستدعي الدعم فوري. جوانجو بيلاقي نفسه في طريق مسدود جوه المقر، عيونه بتلمح فتحة تهوية فوقه، وبدون تردد بينط جواها، وبيعدي كل طبقات الأمن واحدة ورا التانية، لكنه مش عارف ايه اللي مستنيه قدام. جوانجو بيلاقي نفسه في قلب غرفة القتلة، 5 منهم وقعوا ومفيش وقت لطلب الدعم. بياخد شوية كرات من جيبه وبيرمي واحدة على الأرض بهدوء. الزعيم بيبتسم بسخرية، دي وقعت من ماكينة القمار بتاعتك يا هيدجوج. هيجوك بترفعها وبتضحك، تقول له شكل كده كسبت الجائزه الكبرى. فجاه الكره دي بتنفجر زي قنبله ديناميت. بلاك مامبا بيلمح القنبله الجايه ناحيته، وبلمسه واحده بيردها ناحيه التهويه بكل سهوله. وبنشوف جوانجو مش عارف يستخبى اكتر، وبينط للمعركه مباشره. بيبص حواليه بيلاقي ان هو قدر يوقع واحد بس. بامبا عمال يستهزأ بيقول له بس كده. سنيك مان ده او الراجل الثعبان بيهز راسه باحباط، خاينين باعونا مقابل عرض رخيص. جوانجو بيستخدم مميت ساطع علشان يعمل خصوم. في اللحظه دي بيطلق خنجره بسرعه البرق. بامبا عمال يضحك عليه، والصدمه جسم سنيك مان ده او الراجل الثعبان بيتجدد لحظيا بقوه مانا خام، وبيهجم وبيضرب جونجو في الحيط بضربه قاتله. بتشوف بامبا ده وعمال يتمطع كده بملل، ضربت مكان حساس بدري شويه، خلينا نخلص عليه. لكن فجاه صوت تحطيم ضخم في الخلف، الفريق بيندفع جوه القاعه والجميع بيتفاجئ. بامبا بيتفادى هجومهم بلحظه، الارض بتتهد مكانه. وتشوف سنيك مان ده بيراقبهم بشكل كده، ازاي مجموعه جديده قدرت تجرح نخبه بيستيا بالسهوله دي، وحركاتهم سلسه بزياده. اكيد في حاجه غلط. همان بيتقدم لمواجهه بامبا في القتال قريب، لكن قبل ما يضربه بامبا بيخطفه ويرميه بعيد، وبيضحك ايه اللي جاب صياد اسد النقاب الابيض وسط الخونه. سنيك مان شكله بيزيد وعمال يضيق عيونه ويفكر مين اللي بيحرك الخيوط هنا. همان عمال يزعق لجونجو وعمال يقول له انهض، بدانا الهجوم اول ما قدرنا. لكن الحقيقه سيو كان محضر لكل حاجه مسبقا.
سيو كان المحرك الخافي لكل حاجه، الفريق كان بيكسب وقت مستنيين بطلنا يوصل عشان ينهي المهمه. فولك بيعض على اسنانه ازاي هنقبض على وحش زي بلاك مامبا وهو حي. العجوز بيلاحظ حاجه مهمه، القاعه كلها مفخخه، حتى لو بامبا سريع النقل الاني مش واحد من قدراته، لكن الخطر الحقيقي هو كرو. لو دخل المعركه كل السيناريو ممكن يتغير. فجاه بلدي صوته بيعلى في القاعه، محدش هيمشي قبل ما يوصل سيو. سلالة منى حمراء بتنفجر من الأرض وبتمسك كمان، وحتى كروس زعيم. كرو عمال يضحك ويقول دي مضيعة للوقت، لكن العجوز ثابت وواثق في التعويذة. فجأة هيدجوك ده بتخرج من الظلام وبتنط على العجوز بشعرها الشائك. بنشوف فولك وجونجو بيندفعوا علشان يدافعوا عنه ومصدومين إنها لسه عايشة. وبنشوف بامبا وبيحط التعويذة بسهولة وبيقول بابتسامة شريرة وقت التنظيف بدأ. فجأة قشور بامبا دي بتتحول للون الأبيض وبيتحول لوحش زاحف عملاق. بيقول بكل برود مش هطول عليكم، انا هخلص عليكم بسرعه. جونجو وهمان بيبصوا لبعض، مفيش سلاح يقدر يخترق القشور دي. جونجو بيفكر بسرعه وبيطلق خنجر في درع بامبا، وفجأة الخنجر ده بيبدأ يتآكل بلون أخضر. بتشوف مهارة تآكل بامبا بيحاول يشيل الخنجر، لكن جونجو بيزيد الهجوم. همان بيصرخ لجونجو بيقول له انتبه. ونشوف في صخرة ضخمة جدا بتطير ناحيته، لكن بامبا فجأة بيختفي وبيظهر وراه في لحظة. بامبا بيمسك جونجو من رقبته وبيمثله له. الصيادين الأبرياء مفكرين إن مهاراته الأرقام مهمة في معركة قذرة زي دي. القوة الحقيقية هي اللي تحدد المصير. وقت ما بامبا بيحاول يسحقه، كرو فجأة بينط لورا وبيحس بهالة شيطانية قوية. سيوب بيظهر في اللحظة الحاسمة وبيطير في الجو وبيضرب بامبا في الجدار بكل قوته وبيتحرك بابتسامة شريرة. أخيرا لقيت فريستي المثالية. بنشوف هيتشو جرت على ولف جي وتبص لسيوب بفضول، عايزة تعرف مين الشخص اللي قلب الدنيا. لكن قبل ما تتحرك دائرة سحرية بتتفعل فجأة وتوقعها أرضا في لحظة. كروز زعيمة بتراقب المشهد مبهورة ازاي سيوف فكك كل الدوائر السحرية وحولها لفخوخ. في الزاوية المظلمة فري بيظهر فجأة ويقول بكل غرور الموضوع ده كان ممكن يحصل بس بسبب قوتي. وكرو بتضحك وهي شايفة المكان كله بيتحول لخردة. مبنى قيمته مليار بيتدمر في لحظات على يد سيو. في الوقت ده بلاك بامبا بيقوم من اصابته بسرعه وبيلقي تعويذه، لكن سيو بيقفز لورا وبيتفاداها بسهوله. بلاك بامبا بيبدا يربط الاحداث وبيسال نفسه هو سيو المسؤول عن قتل العجوز وولف جي؟ وبكده العمليه كلها كانت مخططه من البدايه. سيو عيونه كلها مليانه غضب وبيتهم بلاك بامبا مباشره ان هو السبب في موت الراجل بتاعه او في موت تلميذه. من بعيد كروب بتراقب وبتسال نفسها ايه اللي خلاه غضبان كده. مامبا بيرد برود انا مجرد جندي بينفذ الاوامر، ملوش ذنب في اي حاجه. لكنه بيسال بشك انت جاي علشان تنتقم؟ فجاه سيو بيكون دايره بارك في ايده، واضح انه ناوي ياخد حقه. لكن في حاجه لازم يعرفها الاول. كرو بتلاقي نفسها محاصره، بتسال زملائها القدامى ازاي بقيتوا اتباع سيو فجاه. في اللحظه دي سيو بيفعل فخوخ البرق بدل من التعويذات، وبلاك بامبا بيحاول يتحرر لكن القوه بتسحبه لاسفل. عقله مش قادر يفهم نوع قوه سيو بالظبط. فجأة سيو بيشن هجوم جديد وبيخبط بامبا في الجدار بكل قوته وبيجبره يرجع لشكل الصياد العادي بتاعه. بامبا بيتنفس بصعوبة وبيقعد ينزف دم وبيقول له غضبان انا عمري ما شفتك قبل كده وانا بعرف كل الصيادين من التصنيفات العالية، انت مين بالظبط؟ مامبا بيلقي تعويذة جديدة، لكن قبل ما يكملها سيو بيظهر فوق فجأة وبيسحقه على الأرض برجليه. سيو بصوت كله جد الأسئلة هنا بتاعتي مش بتاعتك، وبيضغط عليه أكتر وبيديله فرصة واحدة بس، غلطة واحدة وهتموت. بلاك بامبا بيستسلم وبيطلب من سيو يوقف الهجوم، ارادته خلاص اتحطمت واتكسرت. سيو بدون تضييع وقت مين اللي امر باغتيال يونج مين جون؟ بلاك بامبا عمال يعرق وعقله بيبدا ينهار. بلاك بامبا بدا يشك ازاي سيو عرف عن جريمه القتل، هل ليه علاقه بالضحيه؟ وبدل ما يجاوب بامبا بيقرر يلعب لعبه رخيصه، بيعمل نفسه انه هيعترف، لكن فجأة بيبصق سم سام من بقه بيحاول يقتل سيو بغدر. ماما بيضحك بكل ثقة ان القاتل الحقيقي عمره ما بيكشف عن زبونه، لكن الضحكة دي بتختفي لما سيو بيتعافى في لحظة وكان الهجوم مجرد نسمة هوا. ماما بيرتبك وبيسأل نفسه هل هو معالج؟ مش فاهم ازاي سيو بيتعافى بدون اي جهد. بيبص على كروب كل ياس وبيطلب المساعدة، لكنه بيلاقيها محاصرة تماما باتباع سيو. ماما بيفقد الامل تماما واخيرا بيبدأ ينطق اسم العميل اللي كلفه بالجريمة، باندا. لكن قبل ما يكمل كروب بتقضي عليه في لحظه. سيو بيقف يفكر هل كان ناوي يقول باند مينيوم؟ كرو كانت بتراقبه وبتضحك باعجاب واخيرا بتعترف بالحقيقه، عرفت مين انت بالظبط، مش اي حد، انت الكلب المجنون. مات دوج الصياد الاسطوري من الجيل الاول اللي اختفى من 10 سنين. سيو بيبص كده لكروب بنظره ناريه، انت برضه ليكي علاقه بالباند من يوم؟ لكنها بتنكر تماما، نقابتنا مجرد نقابه قتله ماجورين، احنا مش بناخد شغلانات شخصيه. سيو بيقرب منها وبيقول لها بصوت بارد لو كنت كدابه مش هتخرجي من هنا سليمه. كروب بتبتسم بكل ثقه وبتطرقع صوابعها. هيجوك بتنهض فجاه وفي لحظه الاتنين بيختفوا في السماء، وقبل ما تهرب كروب تلتفت لسيو مش ناوي تطاردنا؟ سيو بنبره هادئه بيقول لها انا خدت
خدت كل اللي انا محتاجه، مش مهتم بباقي الكمامه. وبنشوف بوابه بتتفتح وكرو بتودعه ابتسامه، هنلتقي قريبا يا جميل ومتاكده من كده، وبتختفي في الفراغ. وجينكو بيشد شعره، ازاي سبتهم يهربوا؟ سيو بهدوء، لو كنت طردتهم كرو كانت هتفعل نظام التدمير الذاتي، واحنا مش في حاله تخلينا نهرب منها. بنشوف جانجو بياخد نفسه، سيو بيأمره يلم الموضوع اللي حصل النهارده، وكده خلصت شغل كفايه النهارده. وبعد كده سيو قاعد في غرفته بيبحث عن معلومات عن باند من يوم، وعقله بيرجع 20 سنه لورا لاول لحظه ظهر فيها البوابه الاولى. العالم تغير للابد، المانا انفجرت في الوجود، الاحجار السحريه ظهرت، موارد نادره ملهاش اخر بدات تطفو، لكن معاهم ظهرت شياطين. وفي الاول اندمجوا وسط المجتمع في الخفاء، لكن الحقيقه كانت اسوأ بكتير. ما وقفوش عند كده، سيطروا على البوابات وبداوا يعاملوا البشر كفصيله ادنى. وفي النهايه اسسوا قاعدتهم الكبرى، قلعه ملك الشياطين، واللي كانت موجوده في قلب القاره، وبسطوا سيطرتهم على كل الموارد اللي بتطلع من البوابه، والعالم اصبح ملكهم. في قلب الفوضى ظهرت مجموعه من البشر اقسموا الولاء لملك الشياطين، واطلق عليهم اسم البانديمينيوم، واصبحوا دول الجسر بين الشياطين والبشر. لكن مش كل البشر خضعوا ليهم، الجيل الاول من الصيادين ظهروا علشان يقفوا ضدهم، وتعلموا التحكم في المانا بسرعه رهيبه، واصبحوا اخر خط دفاع ضد البانديمينيوم. واندلعت الحرب العظمى، معركه دمويه هزت العالم، الصيادين ضد الشياطين. في النهايه البشريه انتصرت، وتم طرد الشياطين من القاره. سيوبي يتذكر بقاله 10 سنين من يوم ما هزم اللوردات الاربعه لوحده، لكن بدل ما يحتفل اترمى في شق بعدي محاصر في عالم الشياطين. لكن السؤال اللي بيطارده، ليه اسم بانديمينيوم بيظهر تاني؟ المجموعه دي تم تفكيكها قبل الحرب بسنين، وفراي بيتدخل. انا لاحظت فرق غريب بين الشياطين هنا والشياطين اللي كنا بنواجههم في العالم الاخر. في العوالم التانية كانوا اوحش بكتير، حتى استعبدوا سلاله التنانين وحولوهم لخدم. الشياطين في كل مكان عصابه واحده كبيره، الموضوع مش مجرد حرب، دي لعبه سيطره، واحنا قطعه الشطرنج فيها. سيو بيقعد يفكر، كان لازم اركز اكتر على فهم طبيعتهم مش بس قتلهم. انماط المانا بتاعتهم اتغيرت خلال ال10 سنين اللي فاتت، بقى اكتر مهاره في التخفي وسط البشر. فري بيقترح حل بسيط، نقتلهم كلهم، لكن سيو يرد بابتسامه بارده، كنت اتمنى ان الموضوع يكون سهل كده. وفجأة سيجون اخو سيو الاصغر بيدخل الغرفة، ليه طلبت مني اجر مكتب؟ انت في ورطة تاني؟ سيو بكل هدوء، حاجة بسيطة، بدور على اثر مين جون، مش موضوع كبير يعني. لكن سونج يون مش مقتنع، انت من شويه قضيت على منظمه قتل كامله، والمكتب ده كان جزء من خطتك. بيقعد على الكنبه ويزعق فيه، يا اخي كم مره قلت لك حافظ على بروفايلك منخفض، لو الرئيس عرف هيبقى موقفك صعب. سيو بياخد نفس كده بتنهيده، ما تقلقش، جونجو مسح كل الادله، محدش يعرف حاجه عني. لكن الصدمه ان انا ناوي ازور الرئيس لشيء قريب. سيجون بوجه مصدوم، هو انت مجنون؟ انت لسه ما استعدتش كامل قوتك، العالم مش زي ما كان من 10 سنين. سيجون بيبتسم بكل خبث كده، بالظبط، وده السبب اللي خلاني ارجع. وصلت لحد هنا يا صديقي، يبقى انت باشا مصر وعم الكوكب، وارفع اللايك بقى لو نسيت، واشترك لو انت مش مشترك، وشارك الفيديو مع الشله وشله الشله لو حابب دعم اخوك. يلا اشوفكم في ملخص جديد، مع السلامه.